بيان للرأي العام باسم الأحزاب والقوى السياسية والناشطين السياسيين في منبج وريفها. ندين ونستنكر ونرفض كافة الهجمات التركية الغاشمة والاعتداءات على مناطق شمال شرق سوريا. 11 سنة ونيف مرت والآلام تزيد والجراح تنزف، وجميع الدول قد تآمرت على مناطقنا. ذنبنا الوحيد هو نيل الكرامة، وهو مطلب جميع الشعوب الحرة. إننا في شمال شرق سوريا أثبتنا للعالم مشروعنا مشروع أمة، حيث التعايش المشترك مع جميع مكونات المجتمع، عربها وكردها، سريانها وآشورها ومسيحيها. إن هذا التعايش جعل المحتل التركي يصب غضبه مخالفا ذلك جميع القوانين الدولية والأعراف والتعدي على الجوار. فقد قدمنا الكثير من الشهداء لنيل ما وصلنا إليه، وكانت المرأة هي الشريك في هذا النضال، حيث استطاعت بجبروتها التغلب على جميع أشكال التسلط الرأسمالي والديكتاتوري، وكانت رفيقة النضال والانتصار. ولذلك ندعو الجميع إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات للوصول للحل السياسي وتطبيق القرار الدولي 2254 وخروج جميع المحتلين من الأراضي السورية، وفتح الحوار السوري للوصول إلى دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والنصر لقضيتنا قضية الشعوب الحرة. عاشت سوريا حرة مستقلة. منبج تاريخ 6/12/2022.